حتى لأبوه ميت هان الضحكة. الإعلامي حسن شوية الملقب بالعزيز مجددا يتصدر حديث بعض منصات التواصل الاجتماعي بفيديو عفوي لاقى انتشارا وتداولا. كثيرون اعتادوا على طريقة تقديم العزيز لبرنامجه الميداني وطريقة طرحه وأسلوبه الذي لا يخلو من الفكاهة والمزاح والطرافة وردوده السريعة غير المتوقعة على ما يقوله الباعة وأصحاب المحال المواطنين بشكل عام في برنامجه. وفي هذه المرة التقى صدفة بسائق ستوتة يدعى أبو عباس، والذي أراد يوجه مناشدة إلى وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي تتعلق بمعاناة المرضى وهم يراجعون المستشفيات خصوصا في مدينة الصدر. فكيف بدأ الحوار وكيف انتهى؟ نشاهد. بس لا تضحكني، خلي احكي لان انا من اشوفك شويه. اي والله ما اقدر، ما خلي شويه تروح الضحك. يلا حبيبي، هلا استاذ حبيبي، هاي مقاريد الله اللي يروحون للمستشفيات. يعني مثلا ابو الرنين يقول لهم شهرين يلا نروحكم السنه، يشهد الله بذلك. فاتمنى من جنابك رساله لوزاره الصحه انه خلي يحترموا بالمستشفيات اللي مدينه الصدر. يعني يكون يا ريت المواطن يكون نروح يشوف خدمات، يشوف مثلا ماكو تاجيل. عموما ابو عباس المحترم حبيبي الغالي، يعني هو ابو عباس المحترم يسال وزير الصحه اذا مريض الدكتور يريد يشيك حالته خلال اسبوع 10 ايام المفروض يوقف على حالته لين راح يموت. شلون ابو الرنين يقول له تعال بعد شهرين؟ يعني غير تفهمنا ياخذ رنين بالفتحه الخامسه؟ لا لا، غير نسال وزير الصحه. روح ابوي، لا يعني باوع انت حتى الابو ميته من الضحك بعد جبريل. هلا الله يحفظك. ما تدري تضحك على ضحكة ابو عباس لو على طريقة كلام العزيز هو الرنين بالفتحة الخامسة. لم يتحمل أبو عباس الأسلوب الساخر لمقدم البرنامج العزيز وتعليقه على معاناته ومعاناة المرضى الذين يضطرون للانتظار أسابيعا وشهورا طويلة حتى وصول السيرة إلهم طبعا من أجل الفحص بجهاز الرنين فقط. ورغم جدية وحساسية الموضوع إلا أن المواطن انفجر ضاحكا من طريقة رد العزيز. قصف الجبهات والفكاهة والسخرية من الواقع لا تنتهي مع العزيز.